الوحدتين دول بنفس السعر، بس واحده هتغرقك والتانيه هتكسبك كتير. فلو عايز تختار صح كمل الفيديو للاخر. دي فيلا بتدخلك 40,000 جنيه في الشهر، وده مكتب بيدخلك اكتر من 300,000 جنيه في الشهر. وعلى فكره الاتنين جاهزين للاستلام، ولو مش مقتنع خليك معايا في التفصيله الجايه. المكتب ده على شارع التسعين الشمالي، مساحته 212 متر واستلام فوري. المقدم بتاعه عالي شويتين، بس انت هتستلم وهتأجر من النهارده، وقسطك يا سيدي على 4 سنين. تعالى بقى نحسبها سوا. خلينا نقول مبدئيا ان سعر متر الاداري النهارده في القاهره الجديده بتأجر باكتر من 1000 جنيه شهريا. قسطك السنوي بقى للوحده دي 4 مليون و800، بس ايجارها في اول سنه 2 مليون ونص، يعني اكتر من نص القسط بيدفع من الايجار. ولان في المنطقه دي بالذات الايجار بيزيد كل سنه، على ما توصل للسنه الرابعه هتكون بتدفع يا دوبك ربع القسط. وصلنا للسنه الخامسه كل اللي جاي ربح يا باشا، يعني اكتر من 3 مليون ونص كل سنه. وشوف بقى سعر المكتب ده هيبقى كام بعد 4 سنين. فاديني عقلك، تاخد فيلا تدخلك 40,000 جنيه في الشهر، ولا تشتري مكتب يدخلك 7 اضعاف الرقم ده؟ فلو مهتم بالفرص اللي تكسبك مش تغرقك ابعت لنا دلوقتي واحنا نقول لك تعمل ايه.